برحب بكل متابعيني في القناة، برحب بكل متابعيني الجداد. أهلا بيكم في مطبخ توتي. هنعمل مع بعض النهاردة عجينة السمبوسك من ألف إلى الياء بطريقة سهلة جدا ومبسطة. النتيجة بتاعتها هايلة، هشة جدا، مقرمشة جدا جدا، بتحمر وبتاخد لون ذهبي جميل زي ما انتوا شايفين. عايزين تعرفوا أنا عملتها ازاي؟ تابعوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه، ودعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل إشعار جديد بكل وصفة أنا بعملها إن شاء الله. زوروا قناتي، هتلاقوا فيها وصفات كتير سهلة ولذيذة وحلوة، شكلها حلو، طعمها أحلى، مكوناتها اقتصادية، بعملها بطريقة سهلة زي ما انتوا دايما متعودين مع مطبخ توتي. يلا نبتدي فيديو النهاردة. هنبتدي بعجينة السمبوسة. أنا هحتاج 3 كوبايات من الدقيق. أنا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات. 3 كوبايات الدقيق هضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، وهضيف كوباية من المية، نفس الكوب اللي انا استعملته في عيار الدقيق هو اللي هحط بيه المية. هما ال3 كوبايات هياخدوا كوباية مية واحدة وهتطلع العجينة مظبوطة معاك. المية عادية من الحنفية، ولا سخنة ولا باردة. وهضيف معلقة كبيرة من الزيت. الزيت هيساعدني على فرد العجينة وانها ما تتقطعش وانا بفردها. طبعا كل ما ترققي العجينة وقت الفرد كل ما هتاخدي سمبوسك ناجحة اكتر وخفيفة وهشة ومقرمشة. بس اهم حاجة تستخدمي نوع دقيق كويس. هبتدي اقلب الدقيق في كوباية المية اللي انا ضفتها. هبتدي اجمع العجينة بتاعتي. هما 3 مكونات: مية وملح والدقيق والزيت، ومش هتحتاجي اكتر من كده، مش هنضيف اي مواد رفع طبعا. هي بتبقى خفيفة، ولما بتتقلى في الزيت بتبقى كرانشي كده ولذيذة جدا. هجمع العجينة بايديا. اعجني العجينة كويس جدا عشان تساعدك في الفرد لحد ما تلمي معاكي وتبقى ناعمة زي ما انت شايفة كده. انا هسيبها بس ترتاح 10 دقايق عشان تبقى سهلة عليا في الفرد. بعد كده قطعت العجينة الى قطع صغيرة على الحجم بقى اللي انت عايزاه. يعني هي تقريبا قد الليمونة القضاليا، اللي هي الليمون اللي حجمه كبير شوية، او سفندية صغيرة، يعني يا ده. هبتدي افرد بقى العجينة بتاعتي. انا مش هفردها بدقيق، انا هفردها بنشا، لان انا هحتاج احط طبقات عجين فوق بعض، فالنشا هيخليهم ما يلزقوش. طبعا انا ريحت العجينة بعد العجن، وريحتها كمان بعد التقطيع شوية. بعد كده هبتدي افردها زي ما انتوا شايفين. ما بفردهاش فرد كامل، يا دوب بوسعها شوية بس. انا فردت كده 3 قطع. انا هجمع كل 3 قطع مع بعض. في الخطوة دي انا هضيف حبة من الزيت على القطعة الاولانية، وهضيف كمان نشا. النشا هو اللي هيخلي طبقات العجين ما تلزقش في بعض لما احطهم على بعض. بفرد بقى النشا بايديا في كل قطعة العجين زي ما انتوا شايفين كده، لان النشا ده هو المادة العازلة بين الطبقات. احسن حاجة ان انت تفردي بايديكي هتلمسي العجينة اكتر وتحسي بفرد النشا اكتر. انا هحط كل 3 طبقات مع بعض. الطبقة الاخرانية مش هحط لها زيت، هحط لها نشا بس. بعد كده هبتدي افرد العجينة بالفرادة. انا هعملها على شكل مستطيل زي ما انتوا شايفين كده، مش هعملها دايرة. المستطيل ده لما يتم تسوية العجينة هقسمه بالنص، فمش هيهدر معايا. لكن لو عملته دايرة هضطر اقطع الدايرة مربع، فههدر كتير. هاخد بقى العجينة بتاعتي احطها بين ورقتين زبدة زي ما انتوا شايفين، وهفرد العجينة كويس بحيث ان ما يكونش فيها اي جزء متني علشان تسهل عليا التسوية. التسوية بقى هنسويها بايه؟ عارفين مكوة الملابس؟ هي مكوة الملابس، مش هنحتاج ان احنا نضيف صينية على النار. هو بالمكوة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ورق الزبدة بتحمل الحرارة. المكوة انا خليتها على اعلى درجة. المكوة دي بخار، فانا لغيت البخار، لان احنا لو ضفنا بخار العجينة طبعا هتعجن اكتر. انا محتاجة بس سخونية المكوة.
هبتدي يعني امرر كده العجين المكوى على العجينة لحد ما الاقيها استوت زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى افصل الطبقات من بعض. هي كانت سخنة جدا على ايدي وانا بفصلها، بس طبقة الزيت والنشا اللي احنا ضفناها خلى طبقات العجين ما تلزقش مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. انا هكرر العملية دي في كل قطع العجين. شايفين خفيفة ازاي؟ كررتها في كل قطع العجين، وهبتدي اقسم بقى وحدات العجين بالنص زي ما انتوا شايفين، وهبتدي احشيها. حابة تسويها مفيش مشكلة سويها، بس وقت اللف الاطراف دي هتتدارى مش هتبان. شايفين بقى العجينة خفيفة جدا ازاي، زي الجاهزة بالظبط، واوفر واحلى. المصنعات دلوقتي دي بقت غالية جدا. اعملي اي حاجة تقدري تعمليها في البيت اعمليها في البيت، هتبقى اوفر كتير. استخدمت حشو بقى، ما استخدمتش لحمة مفرومة او لحوم، انا استخدمت حشو اقتصادي جدا. مجموعة من الخضروات انا شوحتها على النار بمعلقة زبدة، وضايفه لهم قطع بطاطس محمرة وملح وفلفل وبابريكا. حابة تزودي فلفل حار زودي. حابة تحشيها بأي نوع حشوة انتي تفضليها مفيش مشكلة. انا بس عايزة اوريكم طريقة اللف. انا عملت يعني شوية مية في دقيق كده، دي مادة اللزق اللي هتلزق السمبوسة. بص انا هنا لزقت المثلث غلط، فكان اللف مش هيجي مظبوط معايا. انا كده لزقت المثلث صح. طرف العجينة خليه مثلث زي ما انت شايفة كده، ده هيسهل عليكي جدا بقى التشكيل. شايفين المثلث بان بسرعة ازاي مظبوط بقى زي الجراب كده. هبتدي اضيف الحشو اللي انا عملته. انا هنا شوحت بصل، ضفت عليه جزر، ضفت عليه فلفل، ضفت عليه طماطمايه كده بس تكون حجمها جامد تكون مش مستوية، تكون جامدة شوية عشان ما تنزلش مية. وكنت قالية بطاطس مربعات كده، وضفت الحاجات دي لبعض، وضفت لها ملح وفلفل وبابريكا. هبتدي بقى الف السمبوسك بتاعتي بالطريقة العادية جدا. شايفين انا ما سويتش القطع العجيني اللي انا عملتها، هي وقت اللف بتتضرب في بعضها. حابة تسويها لو مش هتظبط معاكي مش مشكلة، سويها. والاطراف اللي تطلع ابقى حمريها في زيت وضيفي لها ملح وفلفل وبابريكا، عندك بودرة شطة وليمون، هتبقى طعمها جميل جدا، هتبقى حاجات مقرمشة كده جميلة. هلف واحدة تانية معاكم. بصوا باخد طرف العجينة اعمله مثلث، بس اهم حاجة ان انتي تلزقيه، وبعدين بتني المثلث الناحية التانية فبيديني جراب زي ما انتوا شايفين. وببتدي بقى احط الحشو. حطي بقى حشو لحوم، فراخ، شاورما، جبن، الحشو اللي تفضلي. طبعا السمبوسك من الحاجات اللي ممكن تتحشى بانواع حشوات كتير ومختلفة. هبتدي بقى الف المثلث كده عكس بعض زي ما انتوا شايفين، بيتلف بكل سهولة. وهي عطتني شكل السمبوسك الجاهزة. العجينة على فكرة لما عملتها ناجحة جدا جدا جدا، بس اهم حاجة تستخدمي دقيق نوعه كويس عشان يبقى يسهل معاكي الفرد، ووحدات السمبوسك تبقى رقيقة زي ما انتي شايفة كده. لو انتي لسه متابعة الفيديو اعملي لايك للفيديو، وادعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها. ممكن تحشيها وتفرزيها. ممكن بعد كده بقى جنب الاكل تقلي طبق او حاجة. حابة تقليها كلها وتبقى عشوة، كانت لذيذة جدا. لما صورت الفيديو ده وحمرتها واكلت منها، وكل اللي اكل منها عجبتهم جدا جدا. هشة جدا ومقرمشة، كانت لذيذة قوي بصراحة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. لو عجبتكم الوصفة ادعوا لي دعوة حلوة. هبتدي اقلي شوية معاكم عشان تعرفوا بقى النتيجة النهائية او تشوفوا النتيجة النهائية. انا سخنت الزيت درجة حرارة متوسطة، وبدأت احط وحدات السمبوسك. ما تخليش الزيت حامي قوي عشان ما تتحمرش بسرعة وما تاخدش وقتها في السوا، يعني النار المتوسطة احسن. هنا اخدت لون فببتدي اقلبها على الناحية التانية، اخدت لون. شايفين عاملة فقاقيع ازاي؟ الفقاقيع دي دليل ان السمبوسك هشة جدا ومقرمشة جدا.
كانت كريسبي قوي لما عملتها بصراحة، وموفرة. شوفي كيس السمبوسك دلوقتي بيتباع بكام، انت لو عملتيها اسهل بكتير. شايفين بقى الشكل النهائي جميل ازاي، واخده لون ذهبي ومقرمشة، وشكلها شهي كده ويفتح النفس، جميلة. لو جربتوها اكتبولي في التعليقات. بس هنا المقطع الصوتي راح مني. شايفين بقى انا كنت بخبط بالشوكة كده، كانت مقرمشة جدا وهشة جدا وكريسبي قوي، طعمها لذيذ جدا. هوريكم كمان بعد ما اكلت منها حتة قد ايه هي من جوه مفرغة وهشة. شايفين الفراغ جوه عامل ازاي، ومن بره مقرمشة جدا، حلوة قوي. وصفة ناجحة 100%. هما شوية مية ودقيق، عملتي سمبوسك وضمن نظافتها وضمن جودتها وضمن كل حاجة انت عاملاها فيها. ايه رأيكم فيها؟ شكلها حلو صح؟ يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، ويكون الفيديو سهل وتقدروا تنفذوه. واللي ينفذه يكتب لي في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. زوروا قناتي، هتلاقوا فيها وصفات كتير سهلة ولذيذة وحلوة، شكلها حلو طعمها احلى، مكوناتها اقتصادية وبعملها بطريقة سهلة زي ما انتم متعودين دايما مع مطبخ توتي. ألقاكم في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.